يا كابتن فعلا. ايه اللي حصل؟ لا احنا طالعين، يعني هم مش كتير، يعني هم ناس كده 2 3 مثلا حدفونا بالطوب، فالازاز وقع على عاشور، فعاشور دخل في وشه ازاز وكده واتعور يعني. دخل في وشه فين؟ في عينيه؟ في لا لا خده؟ لا تحت عينيه يعني. واتفتحت؟ الحمد لله الحمد لله. اتفتحت وخد غرز ولا ايه يا كابتن احمد؟ لا لا الدكتور ايهاب شالوا الازاز وكده، بس لا كويس يعني الحمد لله دلوقتي. الحمد لله. الاصابه الوحيده كانت حسام عاشور؟ اه برايك إيه ليه؟ يعني الاجواء كانت جميله جدا داخل الملعب، والجماهير من هنا ومن هنا كان في استقبال جيد، يعني باستثناء بعض الهتافات اللي اصبحت عاديه في مصر دلوقتي مع طرد المعتصم سالم. حصل شويه هتافات، في حاجه غير الهتافات حصلت في الملعب يا كابتن احمد؟ لا والله يا كابتن كلهم كويسين اصلا مع بعض، مفيش مشكله اصلا وكل حاجه. لكن ممكن عادي بيبقى قليل. اتنين تلاتة ممكن، بس اللي حصل الموضوع ده مش كلهم يعني، لكن الماتش كان كويس، الماتش طلع كويس، والفرقتين كويسين، مفيش حاجه خالص يعني. نعم. يعني انا شايف انه ممكن يكون 2 3 بس يعني سلوك، ما هم الاثنين ثلاثه المنيلين ب 60 نيله هم دول اللي ضربوا اتوبيس الجزائر، ما هم الاثنين ثلاثه برضه يا كابتن احمد، هم دول اللي احنا بندفع ثمنهم غالي بعد كده. دي المشكله النهارده، تكون مبادره بيحملها السيد علاء مبارك ومحافظ الاسماعيليه ورئيس النادي الاسماعيلي ورئيس النادي الاهلي ورئيس اتحاد الكوره وكل القيادات دي، بيجي لي 2 3 يبوظوا لي الدنيا، ما دي بتعمل لنا مشكله يا كابتن احمد بالتاكيد. هي بتعمل مشكله طبعا. انا شايف اللي كان كل حاجه كويسه، ومحافظ جه زارنا في المعسكر، وكان كل حاجه تمام، لكن ما هي يلا خير يعني، اهم حاجه طلع كويس وكل حاجه كويسه الحمد لله. احمد اتكلم عنك انت شويه، وارجو ان انت ما تزعلش مني، انت تعرف معزتك انت بالتحديد بالنسبه لي، حاسس انه في نوع من انواع العصبيه والتوتر. يمكن الشوط الثاني النهارده فكيت تماما، رجعت احمد فتحي اللي احنا عارفينه، كرات عرضيه بشكل كويس، تكمله بشكل كويس، عملت خطوره للنادي الاهلي. هل تغيير المراكز، هل الخساره من الجزائر، يعني برايك ايه السبب يا كابتن احمد؟ وانت من اللعيبه الناس كلها بتحترمها وبتقدرها قوي يعني. والله يا كابتن لا انا فعلا قبل الماتش النهارده دوت انا حاسس ما كنتش في حالتي عامه، لكن انا لما رجعت الجزائر عملت ماتش بروجيت كويس، وبعد كده رجعت اتوقفت 3 انذارات. انا دايما بعد الوقف لما بيجي لي في وقف ببعد عن الماتش شويه، لقيت يعني بقيت على ماتش المقاولين، فعقبال ما رجع مستواي بدات ارجع النهارده الحمد لله. ممكن ساعات بيبقى الواحد فيه تعب شويه مثلا من كتر ضغط الماتشات، فما بيديش كويس يعني. لكن الحمد لله الواحد الشوط الثاني ظبط يعني، وفي اخر الشوط الاولاني كان الواحد صحيح كويس لحد ما الحمد لله يعني. بس لكن ممكن تغيير مراكز اصلا فعلا انا بيعمل لي مشاكل لحد ما في ماتشات وماتشات يعني. ايه سبب تغيير مركزك النهارده، او امتى الكابتن حسام قال لك العب باك رايت؟ لا كان عبد الله فاروق مش موافق، مش موافق شويه في الباك رايت اول الشوط. لكن في الاول كده كانت هجمه من وراه يعني، الكابتن حسام يعني راح ملعبني انا باك رايت ولعب عبد الله في نص الملعب يعني. كابتن احمد راضيين عن النقطه بصفه عامه النهارده، ولا عندك قلق انه دي النقطه السادسه على التوالي في 3 مباريات بيخسرها النادي الاهلي، وده نادرا ما كان يحدث؟ يا كابتن والله، ولا يعني التعادلات بالذات يعني، انا شايف التعادل بتاع النهارده دوت احنا كنا ممكن نكسب، جالنا فرص كتيره جدا ضيعناها، لكن ما فيش نصيب النهارده خالص. لكن ممكن التعادلات بتاعت الماتشات اللي فاتت ممكن تكون عادله شويه لحد ما. لكن انا شايف الماتش النهارده احنا عملنا ماتش كويس جدا. ضيعنا كتير جدا، كذا كوره محققه ان احنا نجيب اجوان، لكن ما فيش نصيب النهارده يعني. نعم. بس طبعا يعني خلاص الماتش خلص وانتهى، احنا هنركز في الماتشات الجايه باذن الله، وان شاء الله نكسب الجايه، دي اهم حاجه ان شاء الله. السؤال الاخير، وانا عارف ان انت راجع مرهق، معلش استحملني، عرفت ان عمرو زكي مصاب، ان ابو تريكه مصاب، وانه بركات كمان، ايه قصه بركات الاول؟ لا بركات كان عنده كان في تمرين قبل ماتش الاتحاد، جاله خلفيه، فهو مصاب في الخلفيه فعلا يعني. يعني لسه هيطول شويه، ولا ممكن يخش المباراتين القادمتين قبل نهايه الدور الاول؟ لا ممكن الماتش اللي جاي صعب شويه، ممكن الماتش اللي بعديه، انا لسه ما اعرفش اذا كان جري، بس هو لسه ما جريش لغايه قبل ما نروح الماتش بتاع الاسماعيليه، ما كانش لسه جري يعني. مش قلقان يا كابتن احمد من كتر الغيابات دي قبل بطوله الافريقيه، ونحن حاملي اللقب، وعمرو زكي لعيب مؤثر، وابو تريكه لعيب مؤثر، وبركات لو غاب كمان يبقى لعيب مؤثر يا ابو حميد؟ طبعا يا كابتن، هي يعني ال3 اسماء طبعا اللعيبه اللي بيأثروا في اي فرقه عامه يعني طبعا. لكن ان شاء الله يعني اتمنى من ربنا ان شاء الله كله يرجع. بس بركات ان شاء الله ممكن يرجع يعني، ده الوحيد اللي ممكن اكيد ممكن يرجع، لكن عمرو وتريكه يعني ممكن يكون بعاد شويه. لكن ربنا يكرم ان شاء الله يعني. وفي البطوله طبعا بطوله صعبه جدا، احنا داخلين على حاملين اللقب وطالعين من كاس عالم، فالبطوله يبقى علينا ضغط اصلا عصبي كبير في البطوله. ان شاء الله نكون زي قبل كده، ان شاء الله نقف مع بعض كلنا
ان شاء الله، ربنا يكرم ان شاء الله في البطوله باذن الله. كل تمنياتنا بالتوفيق ليك كابتن احمد فتحي، وهو تعلم بالتحديد مدى ان انا